ابو طبر اخطر مجرم في تاريخ العراق. الشخص ده كان عباره عن شيطان ماشي على الارض، كتله من الامراض النفسيه والافعال الاجراميه. من سنه 1973 لسنه 1974 اتحول اسم ابو طبر لاسطوره بترعب كل اهل العراق. الناس بسببه ما كانش بيناموا وكانوا بيحرسوا بيوتهم بالليل. كان بيدخل على البيت ويقتل كل اللي فيه بغض النظر عن اعمارهم، ويسرق كل اللي يقدر ياخده. وكان بيقتل ضحاياه باستخدام ساطور او سيخ حديد، وبعد ما بيخلص بيشرب من دم الضحيه. بسببه اتقفل مطار بغداد وحصل حاله طوارئ وحظر تجوال في العراق، واستعانت الحكومه العراقيه وخبراء شرطه من روسيا وفرنسا عشان يقبضوا عليه، الا انهم في الاخير ما عرفوش. ولحد الان في جدل حوالين شخصيه ابو طبر. هل كان فعلا حرامي ولا مجرم عادي ولا عميل تابع لمنظمه سريه هدفها انها تتخلص عن ناس معينه لاسباب تتعلق بالامن العراقي؟ في فيديو النهارده هحكي لك قصه ابو طبر من بدايتها لنهايتها، وازاي اتقبض عليه في الاخر، وايه علاقته بحزب البعث العراقي. قبل ما نبدا احب اقول لك عامه ان انا بحب العراق جدا والتاريخ العراقي كله، لان بصراحه بحس ان التاريخ العراقي احداثه ممتعه مش ممله، وبجد نفسي في مره بزور العراق في المستقبل. فمتهيألي ده اول فيديو اتكلم فيه عن قصه عراقيه، وباذن الله مش هيبقى اخر فيديو. فلو انت بتتابعني من العراق وفي موضوع او قصه عراقيه عايزني اتكلم عنها، يا ريت تكتب لي في الكومنتات وباذن الله اعملها. وتحيه ليك لو انت بتتابعني من العراق او من مصر او من جميع دول الوطن العربي. ولو اول مره تشوفني انا يوسف جابر، وبنقدم هنا محتوى تاريخي، اعمل لايك للفيديو واشترك على القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان تقدر تشوف الفيديوهات اللي هتيجي بعد كده. ودعمنا، لان دعمك ده بيساعدنا ان احنا نكبر الصفحه اكتر واكتر. في مدينة المسيب وفي محافظة بابل العراقية، وتحديدا في يوم 8 مارس 1932 اتولد حازم كاظم الهضمي، وكان بينحدر من عيلة الهضمي، عيلة عريقة ومعروفة جدا في المدينة، وكان معروف عنهم انهم ناس كويسين، لكن لكل قاعدة شواذ، ولازم يطلع في كل عيلة كويسة ومحترمة واحد يا حرامي يا مدمن مخدرات يا قاتل. وفعلا ده اللي حصل، لان حاتم بالرغم من عراقة عيلته الا انه اصبح المجرم الاخطر في تاريخ العراق. درس حاتم الابتدائية والاعدادية، وفي سنة 1949 دخل كلية المفوضين، ودي كلية تبع كلية الشرطة في العراق، وتخرج منها سنة 1951 وتعين كمفوض في الشرطة العراقية، لكنه اتفصل بعد وقت قصير لأنه في سنة واحدة بس خالف القوانين أكتر من مرة، وتوجه له أكتر من إنذار. ونتيجة لتكرار كسره القوانين ومشاكله كتير في الشرطة وقتها، اتفصل حاتم بشكل كامل من الشرطة سنة 1952. قرر ساعتها حاتم إنه هيكمل تعليمه الثانوي لحد ما دخل كلية القوة الجوية في سنة 53. وكان المفروض حاتم طبعا يتعلم من غلطاته في الشرطة العراقية وما يعملش مشاكل تاني عشان يتخرج على خير ويصبح طيار حربي، إلا إنه في السنة الثالثة من الكلية عمل كارثة حرفية. وبجد انت ممكن ما تصدقش اللي انا اقوله لك اصلا. حاتم كان بيحب بنت، وكان موعدها انه هيعدي في يوم معين من قدام بيتها، فمنطقي ان انت لو هتعدي من قدام بيت حبيبتك هتعدي بايه؟ يا على رجلك يا بعجله يا بعربيه. حاتم بقى كان كريتيف وكان عايز يعمل حاجه ما حدش عملها قبل كده، وهي فعلا ما حدش عملها قبل كده ولا حد هيعملها. عمل ايه بقى الاستاذ حاتم؟ كان في طلعه تدريبيه المفروض يطلعوا بالطياره، وكان في خط سير معين المفروض يطير فيه. حاتم فعلا ركب الطياره عشان يبدا تدريب، لكنه اول ما ركب الطياره خدها وراح بيها فوق بيت حبيبته وقعد يلف بالطياره قدامها. مش بقول لك كريتيف؟ اول ما رجع حاتم على الكليه وزيه زي اي طالب خالف القواعد اتوجه له انذار وتحول للتحقيق. فحاتم حس بالاهانه وشاف ان هم ازاي يعملوا معاه كده، ومن الاخر الموضوع ما كانش جاي معاه، فخد بعضه وراح على الطياره اللي كان راكبها وقطع كل الاسلاك اللي كان فيها وبوظ كل اجهزتها، ونتيجه لده تم فصل حاتم من كليه القوه الجويه. حاتم بقى كان زعلان ازاي يحرجوه كده قدام الكراش بتاعته، فقرر ساعتها انه يسيب البلد ويسافر للكويت سنه 1957، واستقر هناك فتره، الا انه رجع العراق بعد سنتين بس بسبب انه عمل مشاكل كتير هناك والمعيشه كانت غاليه عليه في الكويت. ولما رجع على العراق اتعين كمحاسب في دايره اوقاف كركوك. وطبعا اكيد حاتم ما عداش الموضوع ده سلم، لازم يكون ليه مغامره في اي حاجه، ودي حاجه متوقعه كده كده، لان بعد 3 شهور بس اتفصل وتحول للتحقيق بسبب قضيه اختلاس، واتحكم عليه بعد كده بسنتين ونص سجن. اي احداث انا قلتها او لسه ما ذكرتهاش عباره عن روايات لابو طبر، لان ابو طبر كانت شخصيته غامضه جدا، حتى لما قرروا يعملوا مسلسل عنه ما قدروش يذكروا كل قصته بالتفصيل. وفي سنه 1962 خرج حاتم من السجن، فقرر ساعتها انه يسافر لاوروبا، وفعلا سافر لاوروبا وقعد هناك 7 سنين يتنقل ما بين الدول لحد ما استقر في مدينه ميونخ في المانيا. وطبعا حاتم بعقليته دي مش هيشتغل دكتور بقى هناك، اكيد لازم هيشتغل في مجال اجرامي. وفعلا قرر حاتم انه يشتغل في مجال تهريب العربيات، فكان بيقدر يهرب العربيات من المانيا وبلجيكا لسوريا واليونان وتركيا. وبالرغم من ان تهريب العربيات كان مجال وشيء خطير جدا وقتها، الا ان حاتم كان عايز يخلي الموضوع سبايسي اكتر، فراح مديها واحده نو ريسك نو فن، وبقى بيهرب سلاح جوه العربيات اللي هي اصلا متهربه. يعني انت ممكن تروح تشتري منه فردتين كاوتش ميشلين 13 تلاقي فيهم نص آلي و9 مللي. ولان حاتم كان بيقدر يتكلم اكتر من لغه زي العربي والانجليزي والالماني والاسباني والفارسي والكردي، ده كان بيقدر
يقدر يساعده انه يتواصل مع اي حد، وبالتالي يضمن شغل اكتر وتجاره اكتر، طبعا فلوس اكتر وقت. وتحول حاتم من مهرب صغير بيهرب قطعه او قطعتين لشريك في عصابه المانيه بتهرب سلاح لجميع انحاء العالم، واصبح الوسيط الافضل والاشهر في اوروبا بين كل الدول. كان بيقدر حاتم انه يشتري العربيات اللي عامله حوادث ويقطعها ويحط جوه كل جزء منها سلاح، وساعات كان بيهرب العربيه كامله زي ما هي ويملاها سلاح وذخيره. الفلوس بقت تلعب في ايد حاتم لعب، ولمده 7 سنين اشتغل حاتم فيهم في تهريب العربيات والسلاح. ما اتقبضش عليه الا في كام تهمه اخلاقيه بعيد عن التهريب، الا انه في الاخير اتقبض عليه في عمليه تهريب، لكنها كانت عمليه صغيره، فبالتالي ما كانش معاه كميه كبيره من السلاح، عشان كده اتحكم عليه بسنه واحده بس السجن. بعد ما خرج حاتم من السجن لقى العصابه اللي كانوا شغالين معاه سرقوا كل حاجه منه، فلوسه وشغله وكل حاجه. وطبعا ده منطقي لانه ما كانش مصاحب اول دفعه يعني عصابه. لقى نفسه حاتم ساعتها على الابيض، لا معاه فلوس ولا شغل، وطبعا كان صعب واحد زيه ويفكر يشتغل في وظيفه حكوميه، لان واحد زي ده عنده موهبه الاجرام، فما كانش هيجي يعني معاه الكلام ده. قرر حاتم ساعتها انه هيرجع للعراق مره ثانيه، وفعلا رجع على العراق سنه 1970 واستقر في بغداد. ولما رجع حاتم على العراق ما كانش حد راضي يشغله، ده طبعا بسبب ان السي في بتاعه كان تقيل. بس كان تقيل ازاي بقى؟ يعني بسم الله ما شاء الله عليه سارق وزاره الاوقاف، ومفصول من كليه الشرطه، ومفصول من كليه القوه الجويه، ده غير البلاوي اللي عملها في اوروبا ما حدش يعرف عنها حاجه. لحد ما قرر انه هيعمل زي ما كان بيعمل في اوروبا، تهريب برضه، لكن المره دي ما كانش بيهرب ولا سلاح ولا عربيات، ده كان بيهرب مخدرات من العراق لايران. وقعد 3 سنين شغال في التهريب، لكن الشغلانه دي ما كانتش جايبه همها، لانه ما كانش بيحقق منها ربح كويس زي ما كان متوقع، ده غير انه كان بيخش في مشاكل كتير مع العصابات. فقرر ساعتها انه يسيب الشغلانه دي ويفكر في اي شغلانه ثانيه، لحد ما جت في دماغه فكره. قال لك انا عليا بايه من ده؟ تهريب ووجع دماغ، اما انا ممكن اشتغل شغلانه جوه العراق ولوحدي كمان. تفتكر ايه بقى الشغلانه دي؟ اكيد مش هيشتغل على سكوتر في ابلكيشن دي، وهي فعلا حاجه اجراميه، لان حاتم بسم الله ما شاء الله عليه قرر انه يشتغل حرام. وهنا بدا يتحول حاتم لابو طبق. وقبل بدايه اي عمليه سرقه لحاتم جمع اخواته اللي هم حازم وغالب واحلام وابنها حسين، واجتمع بيهم في بيته. كان معاه الشخص الاهم في القعده دي كلها وهي زوجته ساجده، لان حاتم اقترح على اخواته انهم يعملوا عصابه ويسرقوا البيوت، ويكون لكل واحد من العصابه دي دور يعمله. ونشاط العصابه دي هيكون كالتالي: ساجده مرات حاتم هتشتغل خدامه في بيوت العائلات الغنيه في العراق، وفي اثناء شغلها في البيوت دي هتعرف كل حاجه عن البيت والعيله اللي بتشتغل عندهم، يعني تعرف العيله دي بتتكون من كام فرد، وايه نشاطاتهم، والبيت بيبقى فاضي امتى، واماكن الفلوس والذهب بيكونوا فين. وكل المعلومات دي هتبلغ بيها باقي افراد العصابه. وهنا يجي دور حاتم وابن اخته حسين، اللي هيكون مهمتهم انهم يدخلوا على البيوت دي في الوقت المناسب ويسرقوها. وحازم وغالب واحلام اخوات حاتم هيكون مهمتهم انهم يصرفوا المسروقات دي ويبيعوها، عاملين عصابه بنظام مش موجود في حواري نيويورك. وفعلا بدات ساجده انها تدور على شغل اكتر من مره في البيوت، لكن في البدايه ما لقيتش، لحد ما قرر حاتم ان هو هينزل يسرق اي بيت في الاحياء الغنيه في بغداد. وفعلا نزل لحي اسمه حي البتاويين، اللي كان معروف انه من الاحياء الغنيه جدا في بغداد، وكان اكتر سكان الاحياء ده من المسيحيين واليهود. لكن لسوء حظه ما عرفش حاتم يسرق اي بيت هناك. لكن في اثناء مشوا في واحد من الشوارع دي بالليل، وعلى الساعه 11 لاحظ حاتم واحد ماشي في الشارع وباين عليه انه غني ومعاه فلوس. ولان الشارع كان فاضي في الوقت ده قرر حاتم انه هيسرق الراجل ده. وفعلا هجم حاتم على الراجل من ورا وطلع سيخ حديد شبه الرمح وضربه بيه في دماغه، طلع من عينه. في ساعتها وقع الراجل غرقان في دم. فلما حاتم فتشه عشان ياخد الفلوس اللي معاه اكتشف ان الراجل ما معهوش اي فلوس ولا حتى دينار واحد. وقبل ما يهرب عمل حاجه كان متعود يعملها في اوروبا، وهو انه شرب من دم الراجل اللي قتله. وعلى الرغم من انك ممكن تشوف الموضوع ده غريب ومصطنع، الا ان ابو طبر نفسه اكد الموضوع ده في التحقيقات، وقال انه مريض وبيشعر بلذه غير طبيعيه لما بيعمل كده. بعد كده هرب حاتم ورجع على البيت، واول ما رجع البيت قالت له ساجده مراته انها خلاص لقت شغل في بيت واحد غني في منطقه المنصور في بغداد، والراجل ده كان اسمه رشيد مراد رشيد. وفعلا بدات ساجده شغل في بيت رشيد من تاني يوم. وبعد 5 ايام بس قدرت ساجده ان هي تعرف كل حاجه عن عيله رشيد وعن البيت. وساعتها بلغت حاتم والعصابه بكل التفاصيل، وعرفوا ان رشيد بيسهر كل يوم خميس بالليل مع اصحابه، وبيسيب مراته اللي اسمها ماجده في البيت في الليله دي لوحدها. حاتم اول ما سمع الموضوع ده ما كدبش خبر، واول ما جه يوم الخميس خد حاتم ابن اخته حسين معاه ونطوا على البيت بالليل. واول ما دخلوا لقوا ماجده مرات صاحب البيت قدامه، وقبل ما تصوت راح حاتم ماسكها وربطها وقال لها بصي بهدوء ومن غير شوشره، هتقول لنا مكان الفلوس والدهب اللي هنا فين ولا نقتلوكي؟ ولما رفضت ماجده تقول لهم على مكان الفلوس ضربها حاتم بالسيخ اللي كان معاه من اسفل دقنها، وساعتها ماتت الست على طول. بعد كده بدا حاتم وابن اخته يدوروا في البيت على اي حاجه ينفع يسرقوها. وبعد ما خلصوا خدوا عربيه كانت موجوده في الجراج بتاع البيت وعبوا فيها كل المسروقات. ولما خلصوا خدوا العربيه وراحوا بيها على بيت حاتم. وبعد ما نقلوا الحاجه للبيت خد حاتم العربيه ورماها في مكان في حي العمريه في بغداد، ورجع على بيته تاني بالتاكسي. تحسه كان في السيتي سنتر بيشتري شويه حاجات ومروح. ولما عرفت الشرطه بوقوع الجريمه
كان تاني يوم الصبح، لان في الليله دي ما رجعش رشيد للبيت، واللي اكتشف الجثه تاني يوم كانت الشغاله واللي هي ساجده مرات حاتم، واللي اول ما شافتها صوتت وطلعت نادت على الجيران وبلغوا الشرطه على اساس انها يعني ما كانتش تعرف حاجه. ولما بدات الشرطه التحقيقات اتهمت الشرطه رشيد مراد صاحب البيت ان هو اللي قتل ماجده مراد، لكن مع توالي التحقيقات ما قدروش يثبتوا عليه اي ادله، فاتأيدت القضيه ضد مجهول وخرج حاتم منها سالم غانم. بعد كده صرفت العصابه المسروقات والذهب اللي كان معاهم وطلعوا من اول قضيه بدون خسائر لحد ما جت القضيه اللي بعدها، واللي بسببها اتعرف حاتم باسم ابو طبق، لان في 4 سبتمبر سنه 1973 قررت العصابه انهم هيسرقوا بيت العميد المتقاعد بشير احمد سليمان. وبعد ما جمعوا معلومات كويسه عن البيت والمكان اللي كانوا هيسرقوه اكتشفوا ان البيت اللي جنبه كان فاضي، لان اصحاب البيت ده كانوا مسافرين بقالهم زمن. وفعلا حاتم وابن اخته حسين دخلوا على البيت ده وفضلوا قاعدين فيه لحد بالليل عشان يقدروا من هناك ينطوا على بيت العميد. وعلى الساعه 1 بالليل دخل حاتم على بيت العميد من السطح، وبالصدفه كان العميد نايم هو وعيلته على السطح، لان الجو وقتها كان حار، غالبا كان النور قطع عندهم برضه بيخففوا احمال. واول ما حاتم وابن اخته دخلوا عليهم ضرب حاتم العميد بالرمح في دماغه. بعد كده قتل مراته وابنه، وامر حاتم ابن اخته حسين انه يشيل الجثث وينزل يوزعها في البيت لحد ما هو يخش يشوف هيسرقوا ايه. وفي اثناء نزول حاتم على تحت سمع صوت طالع من المطبخ، فنزل هناك. واول ما دخل المطبخ شاف الشغاله كان مستخبيه في الدولاب، واول ما شافته صرخت، راح ماسكها من شعرها وضربها على دماغها بالساطور. والساطور او البلطه في العراق اسمه طبر. ساعتها فكر حاتم ان الخدامه كده ماتت. بعد كده بدا حاتم ياخد كل اللي يقدر يسرقه من البيت، واول ما خلص خد العربيه بتاعت العميد من الجراج عشان يوصل بيها المسروقات لحد بيته. بعد كده خد عربيه العميد ورماها خلف مستشفى اليرموك، وكالعاده برضه خد تاكسي ورجع على البيت. ولما وصلت الشرطه على بيت العميد ولقوا الجثث اكتشفوا ان الخدامه لسه عايشه، فخدوها بقى ونقلوها فين؟ نقلوها على مستشفى اليرموك اللي ابو طبر رمى العربيه عندها. فلما وصلوا هناك وشافوا العربيه فهموا ايه اللي حصل. وبعد 15 يوم فاتت الشغاله وقالت لهم على كل حاجه، وحكت لهم على اوصاف ابو طبر، ووصفت لهم ان هو كان ماسك في ايده طبر وضربها بيها على دماغه. وهنا اتسمى حاتم باسم ابو طبر. وبدات الشرطه في البحث عنه في جميع انحاء العراق، وصدر امر من الحكومه العراقيه باغلاق مطار بغداد، وحصل حاله طوارئ في العراق كلها. طبعا انت ممكن تقول لي ان اكيد بقى الاجراءات دي كلها قبضوا على ابو طبر، او على الاقل لقوا اي حاجه تدل عليه او على مكانه. احب اقول لك لا، لان للمفارقه وسخريه القدر ان حاتم من قبل ما يسرق بيت العميد بكام يوم كان مقدم على اوراق انتسابه لحزب البعث العراقي. حزب البعث وقتها كان هو اللي بيحكم العراق، لان كان رئيس العراق ساعتها احمد حسن البكر، ونائب الرئيس كان صدام حسين، ودول كانوا من اعضاء حزب البعث اللي ليه كل الصلاحيات في البلد. فلما قدم ابو طبر عشان ينضم لحزب البعث جات له موافقه بعد 4 ايام من جريمته في بيت العميد. ومن وقت انضمامه اصبح حاتم خارج دايره الشك من الاساس، لان حاتم اللي هو ابو طبر كان بيخرج مع اللجان اللي بتدور على ابو طبر، يعني حاتم كان بيدور على نفسه معاهم. فبالتالي بعد مرور فتره ما قدروش يقبضوا على ابو طبر، لان ابو طبر اصلا بيدور معاهم. واتأيدت تاني قضيه برضه ضد مجهول، ولكن ظلت المعلومات واوصاف ابو طبر تحت ايد الشرطه العراقيه، وبقى اسمه معروف في جميع انحاء العراق. وبعد حادثه العميد بشهر قرر ابو طبر ان هو يسرق بيت واحد اسمه جان ارنست، واللي كان بين بيته وبين القصر الجمهوري 200 متر بس. وده لو دل فيدل على ان ابو طبر ما كانش همه حاجه، وما كانش مكترث لا للشرطه ولا للقبض عليه. راح ابو طبر على بيت جان ارنست هو وابن اخته حسين، لكن المره دي كان قلبه قاعد، لا نط من على السور ولا نط على السطح، لا ده خبط على الباب عادي. ولما فتحت له مرات ارنست سالها هو في حد عندكم مسافر بره العراق؟ راحت قالت له لا احنا كلنا هنا بس مسافرين بكره. فلما حس حاتم ان الست شكت فيه قرر انه يدق على الحديد وهو سخن، راح مطلع سيخ وضرب بيه الست في دماغها فوقعت ماتت. بعد كده دخل على البيت وقتل بنت كانت في الصالون. بعد كده طلع على البيت اللي فوق وقتل البنت الثانيه في الممر بين الغرف. حاتم كان واخد قرار بعد موضوع شغاله انه لو دخل يسرق اي بيت يقتل اي حد موجود قدامه بغض النظر عن عمره او انه من اهل البيت ولا لا، لانه كان عايز يضمن ان ما يحصلش معاه زي موضوع الشغاله ده مره ثانيه وحد يبلغ عنه. بعد ما اتاكد ابو طبر ان كل اللي في البيت ماتوا بدا هو وابن اخته حسين يدوروا على اي حاجه ينفع تتسرق، وفعلا لقوا كميات كبيره من الذهب والفلوس والمجوهرات. وبعد ما خلصوا خدوا العربيه بتاع صاحب البيت وراحوا وصلوا بيها المسروقات لحد بيت ابو طبر، وكالعاده خد العربيه رماها في مكان بعيد ورجع على بيته بالتاكسي. لما اتعرفت قضيه ابو طبر الاخيره في بيت جان ارنست، وخصوصا انه كان بيبعد 200 متر بس عن القصر الجمهوري، بدا الوضع يتأزم اكتر في العراق، لان سيره ابو طبر بقت في كل بيت وعلى كل لسان. الناس في الاحياء الغنيه بقت بتبيع بيوتها وتهرب، والاسر اللي ما كانتش بيقدروا يبيعوا بيوتهم ويفضلوا كانوا بيعملوا دورات حراسه على البيت في الليل والنهار، لدرجه ان الشرطه العراقيه ذات نفسها هي اللي كانت بتطلب من الاسر انهم لازم يسيبوا فرد او 2 من العيله صاحيين في الليل عشان لو حصل اي هجوم عليهم من ابو طبر يقدروا يبلغوا عنه والشرطه تقبض عليه. وبدات من وقتها تطلع اساطير على ابو طبر. الناس من كتر خوفهم ما كانش مقتنعين ان ده شخص عادي، لدرجه ان هم كانوا بيطلعوا اشاعات غير منطقيه عليه، زي ان مثلا ساحر ويقدر يعدي من الحيط، وفي ناس قالت ان هو المسيح الدجال ويقدر يعمل كل حاجه ويختفي، وفي ناس قالت انه مصاص دماء وبيقتل عشان يشرب الدم بس. الوضع في العراق كان كارثي بالمعنى الحرفي، لدرجه ان الحراميه نفسهم كانوا بيخافوا من ابو طبر وبطلوا يطلعوا يسرقوا البيوت، لانهم كانوا مفكرين ان لو الناس مسكتهم تفكروا ابو طبر. لان في مره من المرات اتقبض على حرامي في واحد من الاحياء في العراق، واول ما اتقبض عليه بقى يصرخ ويقول جمله واحده بس: والله العظيم انا مش ابو طبر. ابو طبر كان عامل رعب للعراق كلها. في مصادر بتقول ان الحكومه
الحكومه العراقيه وقتها عملوا حركه فاشله عشان يهدوا الناس، وهي انهم طلعوا اشاعه على انهم قبضوا على ابو طبر وجابوا حرامي على التلفزيون العراقي يطلع يعترف ان ابو طبر. لكن للاسف الموضوع ده ما دخلش على الشعب العراقي اللي فضل يتداول اسطوره ابو طبر اكتر واكتر. ومع تازم الوضع استعانت الحكومه العراقيه بخبراء من روسيا وفرنسا عشان يقبضوا على ابو طبر، فجابوا مدير شرطه موسكو ومدير شرطه باريس وحاولوا بكل الطرق ان هم ينهوا موضوع ابو طبر، لكن كل محاولاتهم فشلت لان ابو طبر وقتها قدر يسرق بيت جديد بالرغم من كل التشديدات اللي عملوها. واللي حصل كان كالتالي: مره من المرات كان قاعد ابو طبر بيحلق عند حلاق، وسمع الحلاق بيقول لصاحبه الكلام اللي هقوله له، انه لسه بايع 4 بيوت من كام يوم عشان سمع ان سوق العقارات في العراق هينهار الفتره دي. فقدر وقتها ابو طبر يستنتج ان اكيد الحلاق ده عنده مبلغ كويس في البيت. وبعد مراقبه استمرت ليومين قدر حاتم انه يعرف كل حاجه عن الحلاق ده، وعرف انه منفصل عن مراته وعايش لوحده وكان وارث ورث كبير من اهله استثمر فلوس الورث ده في العقارات. هنا قرر حاتم هو وابن اخته حسين انهم يخلصوا على الراجل ده وياخدوا فلوس، وفعلا دخلوا على بيت الحلاق في اليوم الثالث وقتلوه، ولقوا غنيمه ياما في البيت وقتها، فلوس ومجوهرات وذهب. ولما جاب حاتم العربيه عشان يقدر ياخد بيها المسروقات لقى ان عربيه الحلاق كبيره ويقدر يحمل عليها حاجات اكتر، فقرر حاتم انه هيسرق اي حاجه يقدر ياخدها، فسرق الذهب والفلوس والمجوهرات حتى الاساس والسجاد خدوه. بعد كده خدوا العربيه ونقلوا المسروقات لبيت ابو طبر. بعد كده خد العربيه ورماها في منطقه اسمها الشعلة ورجع على بيته بالتاكسي زي كل مره. وتاني يوم اخواته صرفوا المسروقات، ودي كانت اخر عمليه سلميه تعدي على ابو طبر لانه في العمليه اللي جايه اتقبض عليه. خليني احكي لك عنها وازاي انتهت قصه ابو طبر وعن التحقيقات اللي عملتها مع الشرطه وازاي قدرت تثبت ان هو ابو طبر. وهتسمع حاجات مفاجاه اول مره تسمعها. في يوم 30/3 سنه 1974 الساعه 3 العصر وفي بيت عائله امير رؤوف اللي كانت كلها مسافره بره العراق، سمع وقتها حارس البيت صوت حد جوه واكتشف ساعتها انه حرامي، فعلى طول بلغ حارس البيت الشرطه وقعد يصرخ عشان الجيران يتلموا لانه كان متوقع ان الحرامي اللي جوه البيت هو ابو طبر. ولما جت الشرطه قبضوا على الحرامي فعلا طلع شك الحارس في محل وطلع الحرامي هو ابو طبر. وبالصدفه في السرقه دي كان ابو طبر لوحده وما كانش معاه ابن اخته حسين زي كل مره. ولما قبضوا عليه وبداوا التحقيقات معاه ما كانوش متاكدين ان هو ده ابو طبر، لانهم لما حققوا مع حاتم واتكلم معاهم قال لهم انه مش حرامي اصلا، وانه ضابط طيار حربي متقاعد، وانه كان جاي على بيت امير رؤوف عشان يعرض عليه مشروع مهم. فلما وصل البيت ولقى الباب مفتوح دخل وقعد في الصالون وقعد ينادي على اي حد جوه. فلما لاحظ ان مفيش حد موجود جوه البيت وجه عشان يروح الشرطه قبضت عليه. وبالصدفه لما قبضوا على ابو طبر ما لقوش معاه اي سلاح ولا كان لسه سرق اي حاجه. ولما ادالهم اوراقه فعلا كان معاه كارنيه طيار حربي، وده اللي حصل عليه اثناء ما كان بيدرس في كليه القوه الجويه. لكن ابو طبر عمل غلطه هي اللي وقعته، لان الشرطه لما فتشت البيت لقوا السيخ الحديد اللي كان بيقتل بيه الضحايا. حاتم كان عامل حسابه ان هو يخلص على اي حد يلاقيه في بيت امير، لكن ما كانش يعرف ان بالرغم من كل اللي قاله حته الحديده دي هي اللي هتدينه وهتثبت عليه القضيه اكتر. لان لما حققوا معاه اكتر من مره بدا يغيروا في كلامه كل شويه يقول لهم اللي هو ظابط وشويه يقول لهم ان هو تاجر عنده محل في اسكندريه وكان جاي عشان يعرض على ايميل انه شاركه. على فكره مش اسكندريه بتاعتنا اللي فيها الورديان، لا ده في اسكندريه ثانيه في العراق. ساعتها صدر امر من القصر الجمهوري والمخابرات العراقيه بان اللي يمسك القضيه دي وحقق مع ابو طبر هو الضابط فيصل محجوب. فيصل محجوب كان من اكفأ ضباط العراق وقتها وكان هو الوحيد اللي هيقدر يحل قضيه ابو طبر وقتها. ساعتها كان عند الشرطه العراقيه ادله اوليه على ان اللي قدامهم ده مش حرامي عادي وان ده ابو طبر. المحقق فيصل محجوب ما كانش بيستخدم العنف وكان بيحقق مع المتهمين بطريقه ذكيه، لانه كان بيقدر يكون علاقات صداقه مع المتهمين ويعاملهم معامله كويسه عشان يقدر يحل القضايا. فاول ما دخل المحقق فيصل على ابو طبر سلم عليه وقال له تحياتي يا حضره الضابط حاتم، وطلب له قهوه وعزم عليه سجاير واداله الامان على الاخر. واول ما جه وقت الغداء جاب له اكل وكلوا مع بعض. وطول فتره التحقيق كان بيقعد ابو طبر في مكتب الضابط فيصل وما كانش بينزله على الحبس. وبالرغم من كل ده الا ان ابو طبر ما رضيش يعترف وفضل يقول انه طيار متقاعد، وقعد يبرر ويقول ان ظروفه الاقتصاديه كانت متعثره في الفتره دي وانه كان رايح الايميل عشان محتاج لشراكته. وكان بيقعد يقول للمحقق فيصل ان مفيش حرامي بيسرق بالنهار. ساعتها الضابط فيصل كان محتاج دليل قوي على ابو طبر عشان يثبت عليه التهم. فبذكاء الضابط فيصل قدر يعمل خطه مكونه من 3 اجزاء عشان يثبت التهم على ابو طبر. الجزء الاول ان هم يبعتوا دوريه على بيت حاتم عشان يفتشوا ويلاقوا هناك اي ادله او مسروقات. الجزء الثاني ان هم يبعتوا يجيبوا السجل الجنائي بتاع ابو طبر من اوروبا عشان يعرفوا البلاوي اللي كان بيعملها هناك. الجزء الثالث والاهم في الخطه ان هم يجيبوا الخدامه اللي ضربها ابو طبر بالساطور اثناء ما كان بيسرق بيت العميد عشان تتعرف عليه. وبدا فعلا الضابط فيصل في تنفيذ خطته، فبعت الاول دوريه على بيت ابو طبر عشان يفتشوه. ولما فتشوه بالفعل لقى مسروقات هناك وحاجات كان متبلغ عليها بالسرقه ومثبوته في القواضي اللي عملها ابو طبر. ومن ضمن المسروقات دي كانت الاساس والسجاد اللي سرقها ابو طبر من بيت الحلاق بعد ما قتله. الجزء الثاني من الخطه نجح بعد ما بعت جاب السجل الجنائي بتاع ابو طبر من اوروبا ولقوا مثبت فيه ان هو كان شغال في تهريب العربيات والسلاح وكان عليه قواضي زي قواضي المخدرات وقواضي اخلاقيه ثانيه. نيجي بقى للجزء الثالث والاهم في الخطه دي وهو ان المحقق فيصل محجوب بعت جاب الخدامه اللي اعترفت قبل كده على ابو طبر عشان تتعرف عليه. ولما شافته من ورا الازاز في غرفه التحقيقات قعدت تصرخ وتقول ان هو ده ابو طبر. ساعتها اتحلت القضيه
وتم اثبات كل التهم على حاتم ان هو ابو طبر. لكن بالرغم من ده كان عايز المحقق فيصل ينهي القضيه بان ابو طبر هو اللي يعترف على نفسه وياخد الاقوال منه. وبالفعل حصلت حاجه بعد كده كانت غير منطقيه لكل الناس حتى للشرطه نفسها. بعد عده ايام كان بينام فيها ابو طبر في مكتب المحقق فيصل وكان بيتم التعامل معاه بكل ود وهدوء، دخل الضابط فيصل على ابو طبر وهو بيمثل انه زعلان ومتضايق، وقال لابو طبر كالتالي: انا جالي تهديد من مدير الامن انهم هينقلوني لمنطقه حدوديه بعيده عن بهتان لو انت ما اعترفتش على نفسك ان انت ابو طبر، وقالوا لي ان انا استخدم كل اساليب التعذيب معاك حتى لو هتموت تحت ايدي، المهم ان انت تعترف ان انت ابو طبر، كل الادله بتثبت انك هو. لكن انا مصر ان احنا نكمل التحقيق للاخر بود، لان احنا اصبح ما بيننا عيش وملح، وانت من حقك انك تعمل كظابط وتطلع براءه لو انت مظلوم. من ذكاء المحقق فيصل ان هو قدر يدي الامان لابو طبر لاخر ثانيه، لان برضه بعد ما تم اثبات كل الادله عليه كان عايز ان هو ما يغيرش تعامله معاه ويعامل ابو طبر زي ما كان بيعامله كظابط حرب. ساعتها رد عليه ابو طبر وقال له: طلع ورقه اكتب فيها ان انا ابو طبر واحكي لك عن كل الجرائم اللي انا عملتها. المحقق فيصل كان ذكي فرد عليه وقال له: انا مستحيل ان انا اخليك تشيل تهمه كبيره زي دي عشان بس تقدر تساعدني. فقام وقف حاتم قدامه وقال له: اقسم بالله ان انا ابو طبر. فرد عليه وقال له: انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده، فانا هسيبك 5 دقايق عشان تراجع نفسك وتدرس اللي انت بتقوله كويس. خرج ساعتها المحقق فيصل لمدير الامن وقال له ان ابو طبر اعترف على نفسه. بعد كده قعد معاه في تحقيق لمده 6 ساعات اعترف فيها ابو طبر على كل جرايمه من الابره للصاروخ. وبعد سنين من التحقيقات وعرضه على اكتر من قاضي ومحكمه اتحكم على ابو طبر بالاعدام، وتنفذ حكم الاعدام فيه في سجن ابو غريب في 18/8 سنه 1976. وقتها كان الشعب العراقي كله بيطالب باعدامه في ميدان عام عشان يتاكدوا انه مات ويزول رعب ابو طبر، لكن تم رفض الطلب، وبناء عليه طلعت حمله اعلاميه كبيره بتقول ان ابو طبر ما ماتش وتم تهريبه لخارج العراق. وده ليه؟ لان على حسب اعتقادهم ان ابو طبر كان مدعوم من حزب البعث العراقي بقياده احمد حسن البكر وصدام حسين. وقالوا كمان انه ما كانش بينفذ العمليات لوحده ولا كان بيقتل الضحايا بشكل عشوائي، بل انه كان ضابط مخابرات بينفذ عمليات لصالح حزب البعث العراقي بناء على خطط واوامر من الحزب نفسه، لان وقتها كان في ناس ياما وقيادات في العراق معارضين للانقلاب اللي عمله حزب البعث العراقي في يوليو سنه 1968 على عبد الرحمن عارف الرئيس الاسبق للعراق، ورافضين تولي احمد حسن البكر ونائبه صدام حسين. الا ان كل الكلام ده غلط وغير صحيح، لان التحقيقات اللي تمت على مدار سنين حتى بعد اعدام ابو طبر وموت صدام حسين في 2006 وانتهاء حكم حزب البعث العراقي اثبتت ان ابو طبر ملوش اي علاقه بحزب البعث، وانه كان غير مدعوم منهم نهائيا، وانه لما انتسب لحزب البعث كان بس عشان يبعد عنه الشبهات. اما بالنسبه لباقي عائله ابو طبر اللي هم اخواته حازم وغالب واحلام ومراته ساجده وابن اخته حسين، تم القبض عليهم واتحكم عليهم بالسجن، لكن لم يتم اعدام اي حد فيهم. بس كده، ودي كان قصه ابو طبر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك على القناه لو انت مش مشترك، وبرده لو في حاجه ما عجبتكش تقدر تقول لي عليها في الكومنتات، وباذن الله هحاول اعدلها. فبس كده، وكان معاكم يوسف جابر.